السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا جدا وحلوة جدا في الشتاء ده تدفي في البرد اللي احنا فيه. هنعمل زي ما انتم شايفين خلية النحل، وصفة لذيذة جدا وكلنا بنحبها طبعا. مخبوزات لذيذة، انا عملتها حشيتها بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين، وعملت حشوة تانية كمان بالجبنة والزيتون، هنشوفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. معايا زي ما انتم شايفين بولة، هضيف فيها كوباية حليب، وكمان معلقة خميرة، معلقة سكر، هبدأ أضيف كمان معلقتين زبدة أنا مدوباها، وزيهم كمان معلقتين كبار زيت. وهبدأ أقلب الخليط. بعد كده هبدأ أنزل بالدقيق، معايا كوباية دقيق، كوبايتين ونص دقيق. وبعد كده هبدأ أضيف بياض بيضة، هأفصل البياض عن الصفار، هشيل الصفار استخدمه بعد كده ندهن بيه الوش. وهضيف البياض على العجين، وهبدأ أعجن بالشكل ده. طبعا هضيف رشة ملح، وابدأ العجين لحد ما نحصل على عجينة طرية. هلم العجينة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهستمر في عجنها بحيث ان العجينة تبقى متماسكة معايا. طرية ومتماسكة. خلاص العجينة كده بقت مظبوطة جدا. ولمت في ايدي تمام. دلوقتي انا هغطيها. وهسيبها تخمر من ساعة لساعة ونص. طبعا نسيبها في مكان دافي، اغطيها كويس واسيبها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها، او لمدة ساعة، ساعة ونص، حسب ما الخميرة تشتغل معانا. عارفين طبعا الجو دلوقتي بارد جدا، علشان كده انا دفيت الحليب في الاول. في الاثناء دي هبدأ اجهز الحشوة بتاعتي.
معايا هنا جبنة عدبة زي ما انتم شايفين، جبنة فيتا وزيتون مخلي. هبدأ اقطعه بسكينة زي ما انتم شايفين، افرمه علشان يبقى مظبوط معانا في الحشوة. انا كده فرمت الزيتون، دلوقتي هضيفه على الجبنة وهقلبهم كويس قوي مع بعض. لحد ما بقت مزيج متماسك زي ما انتم شايفين، متجانس. وهشيلها في جنب. وكده خلاص العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين تضاعف حجمها، والخميرة اشتغلت فيها كويس قوي. هبدأ انزل اطلع الهواء اللي فيها بالشكل ده، وهبدأ افردها عندي على القطاع. وهجيب السكينة وهبدأ اقطعها او قطعة العجين، وهبدأ اقطعها مربعات صغيرة بالشكل ده. احاول قدر الامكان تكون حجمها متماثل، يعني يكون حجمها واحد. وهبدأ اخد القطعة زي ما انتم شايفين. جبت الحشوة بتاعتي، همسك القطعة افردها في ايدي بالشكل ده، وهضيف فيها الجبنة واقفلها كويس قوي على الجبنة والزيتون بالشكل ده. هبرمها كويس قوي في ايدي بالشكل ده، وهبدأ اضيفها في الصينية طبعا مجهزاها، مدهناها بالزبدة زي ما انتم شايفين. وهبدأ احشي كمان الشوكولاتة، هعمل حشوة بالجبنة والشوكولاتة. قطع الشوكولاتة زي ما انتم شايفين قطعتها وضفتها في الحشوة، ضفتها كحشو في في المخبوزات معايا. وهشتغل بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. انا زودت الشوكولاتة عشان ولادي بيحبوا الشوكولاتة، نقدر نعملها بأي حشوة احنا نحبها. خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا، هرصها في الصينية زي ما انتم شايفين. وهجيب بيضة، صفار البيضة اللي معايا، وهضيف عليه معلقتين حليب طبعا، وهضربهم كويس قوي. وممكن نضيف عليه كمان نسكافيه، وهبدأ ادهن بيه الوش بتاع بتاع الكرات اللي انا عملتها، يدينا لون جميل جدا. وهدهن كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة. وطبعا آه، دي خلية النحل بعد ما خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين. طبعا ضفت على الوش سمسم، وعلى في الجبنة حشوة الجبنة طبعا ضفت حبة البركة، بتبقى لذيذة جدا وحلوة جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها ويا رب تعجبكم. مستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا.